4 من علامات الشقاوة. انتبه من هذه الأربعة، هل هي عندك أم لا؟ ما هذه الأربعة؟ أول صفة من هذه الصفات قسوة القلب، قلب قاسي. هذه أعظم علامة من علامات الشقاوة في الدنيا والآخرة. قسوة القلب وجمود العين. لا يوجد بكاء من خشية الله، لم يتذوق حلاوة البكاء أبدا من خشية الله، لا في الخلوة ولا في الجلوة. قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تقول له صلي يجيب سوف أصلي غدا، السنة القادمة. صم، أطع الله، ابتعد عن المعاصي، يسوف. طول الأمل حتى يجد نفسه فجأة في معسكر الموتى حيث لا عمل وإنما حساب. والحرص على الدنيا أرجو أن نفهمه فهما عميقا. الحرص على الدنيا حرصا ينسي الآخرة، لكن احرص على الدنيا، اغرس في الدنيا للآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها. فهي مصلى أنبياء الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله. ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. ولذا يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام ورب الكعبة يكتب بأغلى من ماء الذهب، قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. عقوبة القلب بالقسوة إنما هي جزاء عادل لكل من أعرض قلبه عن الله، ولكل من بعد قلبه عن الله. لأن القلب ببعده عن الله وبعده عن الحق ينغمس في الدنيا، ينغمس فيها إلى الحد الذي ينسي الآخرة، وبسبب انتهاكه لحرمات الله وجرأته على معصية الله في الخلوة والجلوة، وبسبب غفلته عن ذكر الله وعن الغاية التي من أجلها خلقه الله، وعن الآخرة التي إليها المرجع والمصير. فطول الأمل يورث قسوة القلب، والحرص على الدنيا إلى الحد الذي ينسى فيه الإنسان الآخرة يسلط الشيطان على القلب، بل وربما يجره إلى حد الطغيان والعدوان، لأنه قد نسي الآخرة ولا يعمل من أجلها إلا من أجل الدنيا فقط. فقسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا هي من أعظم الشقاوات في الدنيا والآخرة. فأسأل الله العظيم جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة ومن أهل الطمأنينة، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، وأن ييسر لنا عملا صالحا يكون سببا لدخول قلوبنا في رحمة الله، وأن يبارك لنا ولكم وجزانا وإياكم خير الجزاء.